يعني احنا عربيتي فيها حاجة كده هتطول شوية في الإصلاح بتاعها في الأسراوي. فالأسراوي يعني عشان هي جت والعيب كان لسه يعني ظهر تاني، فهم هيدخلوها بقى في بروسيس أعلى. فالمهم هو طبعا الأسراوي عمل إيه؟ وفروا لي عربية بديلة عشان أنا مش من القاهرة وكده، على ما يخلصوا العربية بتاعتي. هما طبعا عملوا غلطة، يعني أنا مش عارف ممكن يندموا عليها ولا إيه. هما وفروا لي العربية وفوجئت إن العربية اللي وفروها لي، تعالوا نشوفها. وفروا لي كائن جيتور داشنج، يعني أحسن تصميم شفته، أحسن تصميم، اللون الخرافي. يعني انا جيت بقى اول ما عرفت ان هم هيدوني العربيه دي، قلت لهم بقى، يعني دخلت زودت كده 10 15 حاجه في العربيه عندي، بحيث ان ايه، ان يحاولوا يعني قدر الامكان، زي ان نفسيتها مثلا بتتعب لما ما بتروحش البحر مثلا، زي حاجات كده بقى، يعني ايه. قلت المهندس يعني انت براحتك بقى، براحتك، يعني لما تطمن خالص يبقى قول لي تمام يعني، واتركني مع هذا اللطيف. يعني طبعا من احسن التصميمات. طبعا مثبت السرعه التفاعلي، هي ماشيه في الحراره المروريه من غير تحكم، انا سايب ايدي خالص اهو. خلاص رايحين نسلم العربية لداشنج. كلمونا في الأسراوي، قالوا لي إن العربية خلصت. يعني أنا قلت لهم مستعجلين على إيه، يعني مفيش مشكلة، بس يعني كانت تجربة ظريفة. ربنا يبارك لملاك الداشنج، عربية جميلة جدا جدا، وخصوصا موتور 1600، تكنولوجياتها محترمة قوي. ونرجع بقى ناخد عربيتنا الاكس 95 الحبيبة. وطبعا بنشكر يعني الضمان، إدارة الضمان في الأسراوي بتوفر خدمات. وأنا كأدمن ملاك 90 و95 يعني شفت الموضوع ده كذا مرة. لما الموضوع بيطول أو بيبقى فيه مشكلة بيتدخلوا لتوفير سيارة لو متاحة للناس، ودي حاجة احنا صراحة بنحترمها جدا فيهم. كذا حد اتدخلت اتكلمت معاه، وكان صراحة الناس، الإدارة اللي في الأسراوي دلوقتي ما شاء الله، يعني مش مخلية في جهدها جهد. فريق محترم جدا جدا، والله الواحد مش بيتكلم الا من واقع. قطع غيار اتوفرت، يعني بسمع ان هم بياخدوا مكان او اتنين في القاهرة، عشان ما شاء الله عربيات جيتور كترت جدا، وهي تستاهل الصراحة. وعايزين ان شاء الله ما يبقاش فيه زحام زي على الفرعين بتوع شينزو ابو والعجوزة. ده رسالة بس شكر. خلاص بنسلم الداشنج اهو، وهنستلم بقى عربيتنا اكس 95 بعد ما خلصت. وقالوا لنا ان شاء الله المشكلة تكون اتحلت.